سلام البنات، إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير يا رب. اليوم حضرت لكم حلوى الطابع بنة الزمان، حلوى تقليدية جزائرية. نبداو بسم الله الوصفة. شوفوا أنا خدمت في البيتخا، درت 4 حبات بيض و2 بلون دوف و2 جون خليتهم على جنب، ونفس الكيلة كيما راكم تشوفوا هكذا لو ميم بول. خديت هذاك لو ميم تخي وحطيت كيلة واحدة أخرى تاع السكر العادي. وجيت درتهم هاكا في البيتخان. هاذوك 4 حبات بيض مع 2 بلون دوف، وزدت لهم هكذايا هاد الكيلة تاع السكر. أنا درت في البيتخان كيما قلت لكم، وتقدروا تخدموا بالباتور. أنا زدت لهم هنايا مغرفة تاع لافاني وزاز تاع السيترون، قشور يعني مبشور تاع الليمون. كان عندي في الكونجيلاتور، يعني جبدته خليته هكا شوية ديكونجيلا وزدته. هاد التركيبة تاع لافاني مع لو زيت دو سيترون في حلوة الطابع بنة، يعني الريحة شوفوا كي راهو يخدم هكا ديجا البيتخا الريحة تطلع. من بعد هنا شوفوا من بعد ما تدوب لا دو فوليوم هكذايا وبيض لي الخليط، نجي بنفس الكيلة نكيل زيت نباتي هكذا، ونبدأ نضيفه تدريجيا كما كنت تشوفوا، وراني نطلع في الخليط هكذا. هاد ليتاب مهمة يعني باش يذوب لكم هذاك السكر وهذيك هذاك كي نطلعوا هكذاك البيض والسكر مع الزيت حتعطينا واحد الخفة يعني الكروكي تاعنا بزاف هايلة، يجي بزاف خفيف مالغري تيبان لكم شايد روحو بصح يبان خفيف. هنا زدت 2 مغارف تاع مايزينا. شوفوا أنا نحيت لو بول تاعي من البيتخا وجيت نخدم هنايا بلا سباتشول. هنا بديت نزيد الفرينة هكذا، وزدت عندي 2 باكيات تاع لا لوفور شيميك نضيفوهم هكذا، ونبداو نخدمو بهاد لا سباتول، ونحاولوا أن ندخلوا هاد الفرينة والمايزينا كلشي يعني هاد النواشف هكذا، ونخدمو توجور شوفوا يدنا من التحت للفوق هكذا، ونقعدوا نضيفوا الفرينة تدريجيا حتى تدخل لنا، ونحاولوا كل حتى تدخل هاد الفرينة الأولى ومن بعد نزيدو واحدة أخرى، ونقعدوا نضيفوا يعني تدريجيا هكذايا. أنا هنا سرعت لكم الفيديو باش ما يجيكمش برك طويل. من بعد هنايا نخدمو كي يبدا يتقل شوية الخليط نستعملو يدينا ونكملو نضموها بيان سور بنفس لا فاصون بلا ما نعجنوها باش يقعد هكداك خفيف العجينة تاعنا. أنا شوفوا يعني تغلبت شوية كي خليت في لو طاس هذا تاع لو بيتخان، جوغي دو ندير في الجفنة تاعي ولا، بصح هيا كنت بديت عجزت، قُلت ما بقاش ونكمّلها. هكذا وأنا باش تعرفوا بلي راهي واجدة، تمسوا المرصو تاع العجينة هاكا باليد اللي تكون نظيفة، هي تبان لكم تتلاصق بصح كي تشدوها ما تلصقش في يدكم، التما ما تزيدوش الفرينة، تبان لكم هكاك طرية باسكو دوك تزيد تنشف شوية. هنا أنا غلفتها وخليتها تريح لو طون، رحت شعلت الفوغ تاعي يسخن وجدت السنيوات ديالي هكذا، نغلفوها برك باش ما ديرش هذيك لاكوش، ونجيو أنا عاونت روحي هكا ان بابي كويسون ولا ان بابي أليمونتير كيما تحبوا، ولا ديريكتومون فوق لا طابل ولا فوق لو بلان دو ترافاي. درت شوية فرينة، شوف أنا دايما نخلي العجينة نحبها طرية مليح هكذايا، ونزيد لها الفرينة ما نحبش تنشف لي، دونك هكا تعطلت شوية خليتها تريح ونشفت شوية ما تنشفليش يعني تجي ثقيلة هكذا، ونزيدو لها الفرينة ونفتحوها. هنا السمك تاع العجينة كل واحد كيفاش يحب باردون حلوة الطابع تاعو، كاين اللي يحبها خشينة هكداك، كاين اللي يحبها رقيقة، هذه ترجع لكم، المهم ديروا حسابكم بلي هي حتتنفخ. رانا دايرين 2 باكيات تاع لا ليفور شيميك. أنا هنايا نحبها متوسطة، هي دو بريفيرونس ما ديروهاش رقيقة بزاف باسكو تجي يابسة، أنا ما نحبهاش يعني تطلع بزاف. دونك نفتح هكا العجينة تاعي ونعاون روحي بالفرينة هكذا، وكيما قلت لكم الفوغ تاعي راهو يسخن، ما تاخدش بزاف وقت، تفتحوا العجينة وتبداو تطبعوا هكذا.
من بعد نجيب بورت بياس كيما تحبوا تاع الحديد، هادوك تاع البلاستيك يعني كل واحد وش يحب يعني الأشكال، ونعرفوا حلوة الطابع تحب بزاف الأشكال. حنا كي كنا صغار كانت الأم ربي يطول في عمرها دير لنا بزاف أشكال كنا نحبو. أنا لو كان نلقى هذاك يعني هذاك تاع بلاستيك اللي يجي كاري ويجي فيه زاوش ويجي فيه قلب من ومن، هذوك مانيش نلقاهم يتباعوا، والله ما على بالي وين اسكو مازالهم، وين دوزا الحلوى رحت اختارها ما لقيتش ومازالني نحوس عليهم. حبيت نعاود نشريهم هكذا ونديرهم هكذا حتى نكملوا العجينة تاعنا. حاولوا كي يقعدوا لكم حتى هذوك اللي شوت، حاولوا ما تعجنوهمش، طموهم برك وعاودوا خليهم هكا شويه يرتاحوا وعاودوا خدموا بهم. أنا باش ندهن الحبات تاع حلوى الطابع تاعي، هاذوك زوج صفار اللي خليتهم بجنب، زدت لهم غرفة صغيرة هكا تاع كاكاو، كاكاو مر، وزدت لهم شوية زيت ونجي نخلطهم. شوفوا حيعطيكم واحد اللون الشباب، ماشي غير يعني دوغي، حيعطي منظر كي يعني دايرة لهم منظر شوكولا من الفوق، ويزيد يعطي واحد الكوش هكا تاع قرمشة من برا، والداخل حتكون طرية تذوب، يعني تجي بزاف هايلة. جربوها بهاد الطريقة هكذا، ونجيو نديرو شوية عقد ونمشيوه، وأنا درتلو هداك شوية زيت باش يمشي يتمتم. وكي تحبوا الكاكاو تاعكم يتخلط مع أي حاجة تمتم زيدوله الزيت، تمتم يتخلط لكم. هكذا نجي ندهن الحبات ديالي. هذه نوع كيما نقولوا من التزيين فقط، كل واحد حر في التزيين تاعو. من بعد نجي ندير تزيين هكا بالفرشيطة خطوط. حاولوا انكم غير تخدموا هكا باغ اكزومبل تدهنوا غير سنيوه واحده، روحوا ديروا لها تزيين، ما تخليوهاش ينشف باسكو من بعد ما يجيكمش يعني لو ديسان بلا فورشيت هادية. دونك حاولوا باغ اكزومبل سوا ديروا حبات وراكو تزينوهم، ولا كيما انا ندير سنيوه واحده نكمل ندهنها ونجي نخدم بالفرشيطه، ندير هذاك التزيين تاعي. وضفت لها هنايا الفيرميسال الملونه هكذا في الوسط، وحطيتها طيب من التحت كي شتا هكايا الجوانب تاعها بداو يحمروا شويه وتنفخت، شعلت لها من الفوق، زدت حمرتها، وهاي ليك هنايا خرجت لي يعني كونتيتي ما شاء الله، كمية الله يبارك. نوعت شوية في الدوائر في القلوب هكذايا، وهذا هو الشكل النهائي للوصفة تاعنا. جات ما شاء الله هكا محمرة على البرا والداخل الذوب. نتمنى تكون عجبتكم الوصفة تاع اليوم وتشتركوا في القناة. سلام.